سلام سلام، صحة فطوركم وتقبل الله صيامكم. المكرون البلدي اولا لي مكرون بالقرقاع اولا المعلكه ديال القرقاع. واش نقول لكم، وصفه من الزمن الجميل فكرتني فيها اختي العزيزه، صيفطت لي الوصفه من كتاب قديم قديم قديم. نديروها مع بعض ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، انا نهيله، قناه المبتدئات، اطباق لذتها في بساطتها. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والكومنت والشير. نحتاجو 500 غرام قرقاع اولا الجوز، 200 غرام سكر كلاص، نطحنوهم مع بعض حتى يوليو بودره. غنضيفو معاهم نص ساشي تاع خميره الحلويات، مغرفه صغيره يعني اون بانسي سيل، ونطحنو الكل مع بعض ان شاء الله. ونديروا له اضافات، حنا تنديروا له الكونفيتور تاع المشماش، مغرف كبيره تاع كونفيتور. انا غنعوض الكونفيتور اليوم بحاجه عندي في الدار، ما عنديش كونفيتور نتاع المشماش. لقيت لاباط اتارتيني نوازيت كونوازيت نتاع مرجان اللي عندي هنا واجده عندي في الجزائر، نتوما عارفين. ها هي مغرفه كبيره تاع لاباط اتارتيني لو غو تاعها نوازيت. ونعجن بالبيض، ندير حبه بيضيه الاولى ونعجن، نجمع العجينه ونزيد الحبه الثانيه على حسب البيض اللي عندكم. الا صغير غديري بالوحده باش ما يغلبكش، غديري بالحبه. درت حبه بيض وعجنت العجينه تاعي، جمعتها وشفت بان خاصتني وحده، زدت وحده كامله. هما الوصفه فيها 2 بيضات، ولكن الا كان البيض نتاعكم صغير ساعات ولا خاصك تزيدي واحد انتي بداي بالبيضه. حبه بيض تجمعيها مزيان مزيان مزيان، وتعاودي تضيفي وحده اخرى. ساهل، ما فيه حتى حاجه، لذيذ وبسيط وتيقطع. 500 غرام تتعطيك بلاطو ونص، يعني ما شاء الله. وهاد الايامات راني لاحظت بان الجوز قرقاع راه رخص شويه، دونك ما فيها باس نديرو شي حاجه جديده في الموائد نتاعنا نتاع العيد ان شاء الله. صافي تتجمعي العجينه وتخليها ترتاح شي شويه على ما توجدي لها فاش غادي تفنديها. صافي تجمعات، ما تحتاجش دابا نزيد لها. ما تشوفوش بان هي لاصقه في يديا، راه بالايد الاخرى اللي ناشفه، لان فيها العجينه تتبان لكم بان هي لاصقه. اما باليد الاخرى راهي ملي تقيسيها تلقايها ناشفه. عمرك ما تحكمي على العجينه باليد اللي تتعجني بها، لان فيها العجينه غتبان لك بان هي تتلصق. غتشوفي بيدي الاخرى ملي ناشفه، ها تنحط ما كاين والو. دائما حكمي على العجينه باليد اللي ما تتعجنش. صافي تنخليها تتجد. ها شوفي ملي نقيسها باليد اللي ما فيهاش العجين تتبان لك بان هي هذيك، لان الا حكمتي باليد الاخرى غتبقاي تزيدي في البيض اولا تنشفيها بشي حاجه اخرى. نوجدوا لها فاش تتفند. نحتاجوا سكر كلاص الكميه اللي عندك، يعني انا راه ولكن كفاني هاد شويه اللي كاين، ولكن كفاني سكر كلاص. غتزيدي له معلقه ماشي كبيره بزاف، ماشي معمره، تاع النشا. غتشوفي المعلقه ماشي معمرتها بزاف نشا. وغتزيدي له اون بانسي تاع خميره الحلويات. هذه احدى الحيل كما يقولوا لي زاستوس نتاعو، انك تديري الخميره تاع الحلويات طريقه طريقه على راس المعلقه وتخلطي الخليط. وتحتاجي ما زهر، تحطي واحد الغرفيه ولا طبيسيل صغير فيه ما زهر باش تغطسي يدك وتكوري وتلوحيه تما ترمضيه في السكر كلاصي والنشا. ما بغيتش نقص لكم حتى حاجه من الفيديو، خليته لكم كيما راه. غتزيدي لان كاين هاد الحلويات اللي تتكون بالمكسرات الغاليين ما تيهونوش عليك الا خسروا، يعني صدقيني لو كان خسر، لو كان وريتو لك كيما راه نقول لك ما تشقيش روحك. ولكن الحمد لله راني فرحانه. عندك حاجه واحده ملاحظه كما تيقولوا، من الفرحه شمر وجرى. هذيك هي انا من الفرحه كبرت الحبات درتهم كبار. الوغ انتي قدري الحبيبات شويه، سا ديبون. الا تبغي الحلوه تكون صغيره قدريها شويه، نقصي شي شويه. صافي تغطسي يدك وتكوري. انا جاوني حبيبات كبار ولكن زويونين في المنظر، يعطيو لي العين زويونين. تتكوري وتمرغي في السكر كلاصي حتى تتسالي الكميه ديالك كلها. ما بغيتش نقطع لكم حتى حاجه من الفيديو باش تشوفوه كامل، لان حتى انا راني جربتها
شوفوا انا كليتها من زمان، كنا تناكلوها، ولكن انا بحكم انني بعيده على البلاد ما زدتش عاودت درتها نهائيا. الوغ هاد المره قلت نجربها معكم، ونجربها قلت الا نجحات راني نوريها لكم، والا ما نجحاتش غنوريها لكم. والحمد لله نجحات، وصافي تتكملي كاع الكميه اللي عندك، وتجيبي النصاص نتاع الكركاع ولا الربع ولا اللي عندك، وتتحطيه من الفوق وتضغطي ضغطه خفيفه ماشي بزاف، تضغطي ضغطه غير شويه، شوفي غير شويه هكا تحطيها، وتدخليه للفران 12 دقيقه، ما تفوتيهاش، ما تفوتيش 12 دقيقه. ولا لاستيوس الثانيه ولا الحيله الثانيه انك تتشعلي له 4 ولا 5 مينوت من الفوق، هو الاول تتشعلي النار من الفوق هو الاول، ما تفوتيش 5 دقائق، 4 دقائق 5 دقائق تتشعلي من الفوق وتعاودي تشعلي له من التحت هكا، تيجي مشقق ويجي شهوه منه. قلت لكم من الفرحه كبرت الحبات وجاو ما شاء الله. والريحه ما نحكي لكمش على الريحه، ان شاء الله نتمنى يعجبك. وهذا بعد ما خرج من الفران، شوفوا كيفاش تشقق وكيفاش قلت لك جاوني حبات كبار ما شاء الله. الا بغيتي نتيا ديري شويه صغير، تتنقصي الكيل اللي درتو انا ما وزنتش لان قلت غير نجربو، كان غير تجربه هذا، وتيتحيد بكل سهوله، وراه سخون، المفروض ما يتقاسش وهو سخون. انا بغيت نوريلك بانه تقدري تهزيه ولا تحركيه باقي سخون. شوفي ما شاء الله جا تحفه، ونتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه، لان هذا من القطوات القدام نتاع زمان نتاعنا نتاع بلادنا ونتاعنا كاملين يعني. وان شاء الله باذن الله يعجبكم وديروه وترجعوا لي الخبر بانكم جربتوه، وان شاء الله غنزيد لكم قطوات اخرين من الزمن الجميل، ونتمنى تعجبكم. وشكرا، وبصحتكم بالصحه والراحه.